رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص فاضل ايام قليلة جدا على شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. اعاده الله علينا كده كلنا يا رب بالخير واليمن والبركات يا رب، اللهم امين. النهارده بقى عاملين شوية حاجات حلوة جدا لرمضان وغير رمضان، تنفعنا طبعا في رمضان وفي اي يوم من ايام السنة. النهارده بقى هنعمل مع بعض صلصة الطماطم زي صلصة الشركات بالظبط، بمكون كده عايزه اقول لكم سحري بجد. هنعمل مع بعض النهارده الليمون المعصفر، هنعمل مع بعض النهارده الفراولة والبرتقال. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين انا جبت الطماطم بتاعتي، كان معايا 15 كيلو كده من الطماطم، غسلتهم وحطيتهم في حله على النار زي ما انتم شايفين، وحاطين كمان حله علشان هنعمل مع بعض الليمون. او دي اول حاجه انا بدأت بيها كده، ان انا احط الطماطم بتاعتي على النار. شايفين بقى بعد طبعا ما غليت معايا نزلت كميه ميه كتيره، كل شويه بضغط عليها كده عشان اتاكد ان هي كلها ايه، تاخد نفس السوا. بعد كده الميه بتاعتي لما غليت ضفت عليها الليمون بتاعي، كنت غسلاه كويس جدا علشان الميه بتاعت الليمون دي لو احنا يعني استخدمناها تكون الميه بتاعتنا نظيفه. يبقى اول حاجه عندنا لازم نغسل الليمون بتاعنا اول حاجه. بعد كده حطيته اول ما الميه بتاعتي ابتدت تقلب اول قلب او اول غلوه، ابتديت ان انا اشيله واحطه في ميه ساقعه من الحنفيه، وابتديت اغير عليه الميه لحد ما الميه بردت خالص علشان اوقف السوا بتاعه. يبقى دي اول خطوه معانا. هنسيب بقى الليمون بتاعنا في الميه لحد ما يبرد. انا نقعته 3 ايام غيرت عليه الميه. ليه بقى؟ لان الخطوه دي كنت عاملاها لان عايزه ناكله بسرعه، يعني عايزين نعمله ليمون سريع وما يكونش فيه اي مراره. فانت لو حابه ان انت تعمليه وما يكونش فيه اي مراره، بتغيري عليه الميه لمده يوم 2 3 ايام اللي انت عايزاه. بقى لو انت عايزاه ما تغيريش له الميه، يعني انت مش حابه ان انت تغيري له الميه، تقدري طبعا بعد ما تسلقيه تستخدميه على طول، دي حاجه اختياريه. بس بصراحه بيفرق جدا في طعمه ونسبه المراره بتاعته. بعد كده هنا كان معايا فراوله، معايا 2 كيلو كده من الفراوله، برضو غسلتهم كويس قوي. وابتديت اشيل بقى اللي هي العنقود الاخضر اللي ورا دوت. وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها طرنشات كده. ليه انا بقطعها ما بسيبهاش سليمه؟ لان لما بحط عليها السكر، طبعا ضفنا عليها السكر، السكر هنا بيشتغل معايا كماده حافظه، بيحفظ الفراوله بتاعتي ويديها ويحافظ على اللون بتاعها. ولما اجي اطلعها كاني الفراوله بتاعتي فريش. يعني هنا الماده الحافظه بتاعتنا هو السكر. بعد كده بقى ببتدي اجيب الاطباق الفوم دي، حلوه جدا ما بتاخدش مساحه، هي او اكياس التلاجة اللي متوفر عندك طبعا استخدميه. ابتدي احط في كل طبق كده على قد المره اللي انا هطلعها ونعمل بيها العصير. تقدري طبعا تطلعي طبق 2 لو انت عندك عزومه، كل ما بتعملي كميات قليله على قد استخدامك مره واحده، بحيث ان انت ما تطلعيش الحاجه من الفريزر وترجعها تاني. ده بيسهل عليكي وانت بتستخدميها، يعني بيسهل عليكي الدنيا، ما تطلعيش الحاجه تفك وبعدين تاخدي منها جزء وبعدين ترجعها تاني. يعني ما تعمليش اكياس كبيره او كميات كبيره عن استخدامك. طبعا كل واحده فينا عارفه هي بتستخدم قد ايه، فانا بعمل كده الطبق ده على قد استخدامنا انا والولاد. يعني هطلعه في مره اضربه كده على الفطار، ويبقى كده العصير بتاعنا جاهز. ده نوع من انواع العصاير. النهارده هنعمل مع بعض النهارده نوعين من العصاير، هنعمل البرتقال وهنعمل الفراوله. ده كان كده معايا حوالي 3 4 جزرات كده، قطعتهم برضو غسلتهم وقشرتهم، وحطيت فيهم بس شويه ميه كده يا دوبك الميه تغطي معايا الجزر. ضفت عليهم كده شويه من السكر علشان السكر كده هيعمل لنا برضو ماده حافظه للجزر، وهيخلي طعمه مسكر ويشرب من ميه السكر ده، عشان لما اضربه مع البرتقال يكون برضو طعمه حلو قوي ويكون نكهته مميزه. هنا جبت البرتقال بتاعي، انا مستخدمه هنا برتقال حادق للعصير، قشرته كده زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا اقطعه طرنشات كده او حلقات. اهم خطوه عندنا هنا في البرتقال بتاعنا ان احنا بنشيل منه البذر، لان البذر ده هو اللي بيعمل المراره. يعني لو انت ما شلتيش البذر ده وحطيتيه، طبعا احنا بعد التفريز بنطلعه وهو مجمد كده من الفريزر، نبتدي نحطه بقى في درق الخلاط كده ونبتدي نضربه. البذر ده لو موجود بيعمل مراره وحشه جدا، يعني لو سبت العصير بتاعك ده مجرد ما تسيبيه ربع ساعه بتلاقيه طعمه مر جدا، ما تقدريش ان انت تشربيه، ده من البذر. تاكدي ان انت شلت البذر بتاعك. بجيب برضو الاطباق بتاعتي وببتدي كده زي ما انتم شايفين اقسم في الطبق بتاعي على قد الاستخدام اللي انا بستخدمه، وبحاول احط كده جنبي منه كام قطعه من الجزر كده، ما تكتريش علشان طعم الجزر ما يغيرش معاكي طعم البرتقال. انا بحطه عشان قيمته الغذائيه، كمان بيعزز بقى ليا لون البرتقال وانا بضربه، وكمان كله فايده. احنا عارفين ان الجزر كله الياف وكله فوائد حلوه جدا. هنا دي الطماطم بتاعتي بعد
بصوا بقى خلاص ده تدخل في سوا كده. انا طبعا المراحل دي انا شغالاها على مراحل مش كلها، يعني الاول ما بمشيش اللي انا بجمع لكم الخطوات كده، لكن انا لما باجي اشتغل بشتغل كل حاجه مع بعض علشان اسهل على نفسي. يعني انت وانت معلقه على الصلصه بتاعتك على النار تقدري تبقي واقفه بتعملي بتفرزي البرتقال، بتعملي الفراوله، بتعملي غدا، بتشوفي مصلحه البيت، يعني في كذا حاجه مع بعض احنا بنشتغلهم. بس انا بحاول ان انا اجمع لكم كل خطوات كل وصفه ورا بعض، بحيث ان انت تبقي عارفه الوصفه بنتكلم فيها عن ايه. هنا الطماطم بتاعتي بعد ما اتسبكت كده، طبعا الكميه اللي كانت محطوطه في حلتين، آه، بصوا بقوا نص الحله هبطت خالص، فضفتهم في حله واحده عشان اضربهم في الحله الاستانلس، لان الحله الجرانيت طبعا لما تيجي تضربيها بالهاند بلندر ممكن تتجرح وتبوظ منك. فانا ضفت الكميه كلها هنا في الحله بتاعتي وضربتها بالهاند بلندر. مش لو انت ما عندكيش الهاند بلندر طبعا ممكن بالخلاط تقدري تضربيهم عادي جدا. هنا بقى انا الخطوه دي مش بعملها دايما في الصلصه او في الطماطم، بس انا عايزه الصلصه بتاعتي الصلصه ديت تكون صلصه مركزه بيور، يكون شبه الصلصه اللي احنا بنجيبها جاهزه ببرطمانات. طبعا الصلصه بره بقت غاليه جدا، طب ليه احنا ما نعملهاش في البيت؟ هي خطوه بسيطه تفرق عن الصلصه العاديه. انا دايما بضربها بالهاند بلندر وبشيلها في اكياس كده في الفريزر، وبتكون موجوده معايا وبتنفعني جدا. ما القشر البذر ما بيضايقنيش. لكن النهارده بقى احنا عايزين نعملها صلصه بيور، لو انا عايزه احطها ببرطمانات واستخدمها كده في التلاجة، في الباب التلاجة، علشان ما تبص مني وتفسدش واطول عمرها، هعمل فيها الخطوات اللي انتوا شايفينها دي. اول خطوه استخدمناها ان احنا صفينا الطماطم بتاعتنا كويس جدا جدا بمصفى زي ما انتوا شايفين، بلاش المصفى اللي هي الضيقه قوي عشان بتغلبك، يعني هتغلبك قوي. المصفى ديت العيون بتاعتها حلوه بتنزل معانا، اي نعم هي نزلت معايا كام بذره كده بس مش مشكله. ابتديت ان انا اصفيها كويس جدا، شايفين كميه القشر اللي كانت طالعه معانا. بعد كده باخدها في نفس الحله بقى، طبعا الحله معايا ما اتلسعتش ولا اي حاجه. الجرانيت بيلسع شويه الطماطم عن الاستانلس او الالومنيوم. الالومنيوم احلى حاجه بصراحه، الاستانلس برضو ممكن يتلسع منك سيكه كده من تحت، انما الالومنيوم احسن تسويه بصراحه. ضفتها بقى كده، رجعتها تاني على الحله بتاعتي، وزي ما انتم شايفين رجعتها تاني على النار، وابتديت النار بقى تكون هاديه هنا، ما يكونش معليه عليها النار عشان ما تتلسعش مني ولا تتحرق مني. هخلي بقيه الميه اللي موجوده عندي تتبخر. طب هنعمل خطوه مهمه جدا بقى تعزز معايا اللون والطعم وتخليها بقى شبه الصلصه اللي بنجيبها، شبه ايه احلى 100 مره. جبت هنا كوبايه الا ربع من السكر وكرملتها زي ما انتم شايفين، وضفتها معايا على صلصه الطماطم. كراميل، ضفت على الصلصه كراميل يا مشيره؟ ضفت عليها كراميل. انا كده كده بنحط واحنا بنعمل الاكل معلقه صلصه، معلقه سكر او نص معلقه سكر، عشان ايه؟ عشان تعادل حموضه الطماطم. طب انا هنا عندي كميه كبيره، طبعا انا ضايفه عامله كوبايه الا ربع من السكر، علشان انا معايا 15 كيلو من الطماطم مش كيلو ولا اتنين، فانا عامله الكميه المناسبه ليهم. فانا فكرت ليه ما نكرملش السكر ده، هيعزز معايا اللون. انا مش ضايفه بنجر ومش عايزه مش عايزه اضيف بنجر، مش عايزه اضيف بابريكا، مش عايزه اضيف اي اضافات خارجيه ولا لون ولا اي حاجه. ففكره السكر دي هايله جدا وهتعجبكم جدا جدا. هنا بقى ضفت كمان 3 معالق كبار من الملح. الملح كمادة حافظة، السكر كمادة حافظة، الزيت برضو كمادة حافظة. كل ده بيحافظ عندي على لون الطماطم، يعني الزيت هيديها لمعة، السكر والملح هيعملوا لها مادة حافظة. ممكن برضو ان انت تضيفي ملح الليمون، بس انا ما فضلتش، حبيت الملح والسكر اللي انا عملته بالكراميل ده. الخطوة دي فرقت معايا، جربتها مع نفسي وقلت لازم اصورها لكم على القناة وانزلها لكم في اقرب فرصة، وان شاء الله هتجربوها وتعجبكم جدا. بنهدي النار بتاعتنا على الصلصة بتاعتي. قعدت معايا قد ايه على النار بعد ما صفيتها وسبناها بقى بالخطوات دي؟ حوالي نص ساعه بس على نار هاديه، علشان ما تتلسعش منك ولا تغمقي منك. ايه يعني، بصي خدي بالك ان الخطوه دي مهمه جدا. طبعا بعد نص ساعه احنا بنلاقي القوام بتاعها تقل، بنلاقي الكميه بتاعتنا قلت كده كمان، الميه اللي فيها اتبخرت. طب احنا ليه بنبخر الميه؟ لان الميه هي اللي هتعمل عفونه، هي اللي هتبوظ معايا او هتاثر عمر الطماطم. فانا هنا تخلصت من اي ميه زياده. اقدر اعبيها برطمانات ازاز، اقدر جدا، اقدر احتفظ بيها بره التلاجة، بس يكون البرطمانات بتاعتي معقمه جدا. حطها في فرن البوتاجاز تتعقم، او غاليه لها ميه مغليه واسيبها لحد ما تنشف خالص من غير ما امسحها بفوطه ولا اي حاجه. الحاجات دي بتفرق جدا في عمر الطماطم، يعني ما نستهونش بخطوه واحده ونقول الحاجه باظت مننا، لا، الحاجات دي كلها بتقدري تحفظيها بره وتحطي على وش البرطمانات زيت. لو انت هتحطي في برطمانات يبقى خطوه الزيت ما تحطهاش في الحله. انا حطيتها هنا لان انا هعبيها في اكياس، ما عنديش كميه برطمانات بصراحه كافيه، ولا عندي مكان ان انا احفظها فيهم، فبالنسبه لي عندي مكان في الفريزر
فانا هعملها في اكياس، بحط حوالي 3 كبشات كده من الكبشه دي. انا عارفه ان ده مقدار الاكله بتاعتي، يعني بيبقى مقدار مثلا نص كيلو من اي نوع من انواع الخضار بقى، اذا كان بسله بطاطس، هعمل اي حاجه. ممكن ان احنا نربط الكيس كده او احنا نتنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجه ان احنا بنخرج الهواء من الكيس بتاعنا كويس جدا. عملنا بقى الكميه اللي انتوا شايفينها ديت، حلوه جدا. شايفين لونها، شايفين الصلصه عامله ازاي، كمان قوامها تحفه. لونها يمكن كمان لونها في الحقيقه، عايزه اقول لكم حاجه كده احلى 100 مره من الصلصه الجاهزه. يعني جربوها وان شاء الله تعجبكم، ما تخافوش ابدا من اضافه السكر المكرمل ده. بتفرق جدا جدا في القوام بتاع الطماطم وفي طعمها وفي شكلها. تعالوا نعمل مع بعض بقى الليمون المعصفر. عايزه اقول لكم الليمون المعصفر ده حكايه، يعني انا نفسي مشهوره بالليمون المعصفر ده. اللي بيدوق الليمون المعصفر ده من ايدي بيبقى عايز ياخد البرطمان كله وهو ماشي. هنا بقى احنا طبعا بعد ما نقعته هنا 3 ايام، خدي بالك. طب انت لا ما عندكيش وقت وعايزه تعمليه بسرعه ومش عايزه تنقعيه، مفيش مشكله، هيبقى حلو برضو معاكي، بس هيبقى فيه مثلا نسبه مراره معقوله. انا بقى بحب اتخلص من نسبه المراره دي لان انا عندي وقت، فبنقعه 3 ايام وبغير عليه الميه كل يوم. هنا بعد ما الليمون بتاعي بقى ابتديت ان انا اعمل له حرف اكس كده بالسكينه، وهنا انا مستخدمه سكينه مشرشره علشان يعني هي اللي هتخليكي تبقي وانت بتقطعيها سهله، لكن سكينه تانية او تبقى سكينه حاميه يعني. هنا بقى قطعته كده حرف اكس. وبس اهم حاجه ان احنا ما بننزلش لتحت قوي، ما بنقطعش الليمونه، بنخليه فيه كده جزء من تحت ما بنقطعوش. تعالوا نعمل بقى الخلطه بتاعتنا. معانا هنا كوبايه الا ربع كده من الملح، معايا هنا عصفر، معايا هنا حبه البركه. انا كنت جايبه بقد ايه 2 كيلو الليمون ب5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبه البركه. انا ضفتهم كلهم بصراحه، ضفت العصفر وحبه البركه. بحب حبه البركه فيه تكون كتير، لو انت حابه تحطي مثلا معلقه واحده او معلقتين من حبه البركه دي اختياري، بيرجع لك انت. معايا هنا نص كيلو كده من الجزر، بشرته طبعا، غسلته وقشرته وبعدين بشرته بالمبشره عادي جدا. وبعدين عملنا مع بعض الخلطه اللي انتوا شايفينها دي. كميه الملح هنا مظبوطه جدا ل 2 كيلو من الليمون. طبعا انا مجربه الطريقه دي وعارفاها وبديكم مقادير مظبوطه جدا. ببتدي اقلب معايا الخلطه، شايفين شكل الخلطه لوحده بجد تحفه. هنبتدي بقى هنا البرطمان بتاعي انا عارفه ان انا هخلي طبعا، كنت غسلاه ومعقماه وحاطه فيه شويه من الخل كده ومصمصاه بيهم كده او رجاه في قلبيهم، وبعدين سبته كده لحد ما نشف لوحده. ده البرطمان بتاعي. احنا قابلنا مشكله صغيره كده بس هنعرف نحلها مع بعض، ان البرطمان بتاعي ده ما خدش كبير على ال2 كيلو من الليمون. طب هنعمل ايه؟ هقول لك واحنا شغالين انا حليت المشكله دي ازاي. الاول بناخد كده الليمونه بتاعتنا، بنبتدي نفتحها ونبتدي نحشي فيها الحشوه. خليكي كريمه كده في الحشوه. الحشوه دي هي اللي بتطعم الليمونه عندي، هي اللي هتنزل الصوص حلو قوي في قلب الليمونه وتخلي لونه كده مع الجزر حلو جدا. يعني عايزه اقول لك ان الطريقه دي هتعجبك جدا وتخليكي بصي تاكلي الليمون ده ويبقى من احب المخللات لقلبك كده. ما بيبقى الملح بتاعه مظبوط وميزز كده وطعمه حلو قوي، كمان بيكون مستوي لان احنا بنديله السلقه، والسلقه دي بتخليه يستوي معانا بسرعه. يعني يعتبر ده ليمون سريع. لو انت ما نقعتهوش ممكن تعمليه على طول، ما بياخدش معاكي حاجه، وبعد اسبوع واحد تاكليه بيكون طعمه تحفه. هنا بقى بقيه الخلطه اللي كانت متبقيه معايا، وطبعا مكان الليمون وانا قطعاه بينزل صوص كده من الليمون، انا مش هستغنى عنه. هنا ضفت كمان كده، حبيت ان انا اخليه سبايسي شويه، ضفت كده معلقه من هريسه الشطه. دي اختياري مش حاجه اساسيه، يعني لو مش موجوده مش مهم خالص، مش تفرق في الوصفه ودايما مش بعملها بيها، بس انا حبيت ان انا ايه، يعني يكون في سنه سبايسي كده، لان عندي ولادي بيحبوا الحاجه يكون فيها سنه يعني يكون شطشطه كده بسيطه. هنا بقى ابتديت اضيف ميه من الليمون. انا مش في العادي مش بضيف ميه خالص للمخلل لليمون. طب انا ايه هنا بقى، دي المشكله قلت لكم عليها. البرطمان بتاعي كان كبير على ال2 كيلو ليمون. هو البرطمان ده ياخد حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص كمان. ليه؟ لان انا بضغطه كويس قوي قوي، فالضغطه دي بعمل له زي قمره كده، فما احتاجش ان انا لا اضيف ميه ولا اضيف ميه عاديه يعني، ولا ميه من تحت الليمون ولا اي حاجه. بضغطه الضغطه دي واقفل عليه كويس قوي، بحط على وشه شويه من الزيت وبقفله. عايزه اقول لك بعد اسبوع، بعد 15 يوم بتاكلي زيتون، بتاكلي ليمون سوري تحفة، ما كلتيش في حياتك زيه بجد والله. هنا بقى لان الكمية بسيطة فاضطريت ان انا اضيف المية دي، وكمان لقيت المية كمان مش مكفية، فحطيت الكيس ده عشان يكتم الهواء. وهبتدي اقلبه بقى لحد ما اغلي له مية وابردها. ابتدي زي ما انا شفت كده، ابتدي اقلبه من مثلا نص اليوم كده ونص اليوم كده، او ساعة كده وساعة كده، لحد بس ما اغلي كمان كوبايتين من المية واسيبهم يبردوا، لان طبعا لازم نحط له مية مفلترة عشان ما يعملش اي عفونة. وضفت للميه اللي انا غليتها وسبتها بردت دي معلقه من الملح ودوبتها، وزودت كده البرطمان زي ما انتم شايفينه. وان شاء الله هبقى افتحه معاكم لما يستوي واوريه لكم. ده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. عملنا مع بعض صلصه الطماطم زي صلصه الشركات، عملنا مع بعض فرزنا مع بعض البرتقال والفراوله،
بأسهل طريقة وبدون مجهود. تقدري تعملي كل حاجة في البيت بأقل تكلفة وبأقل مجهود زي ما قلتلك. يا رب يكون النهاردة الفيديو بتاعي عجبكم ويكون كان خفيف عليكم. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.